أمة تلهو غناء وطرب وملاعب وأندية وسؤال إلى الله بالتوفيق في الأندية والكرة. أي أمة هذه؟ أمة 2 مليار، أمة المليارات من الدولار. أين الجهاد؟ خرج من القلوب. أين الجهاد؟ خرج من المعسكرات والجيوش. أين الجهاد؟ ألغي من المناهج. أي أمة هذه؟ اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يؤمنون ببعض الكتاب ويغيبون بعضه ويخفون بعضه. أي أمة هذه؟ معارك طاحنة على المولد، نحتفل أو لا نحتفل. وفي 80 معارك طاحنة نقبض أو نسدل، وأحيانا معارك طاحنة نحرك الإصبع يمينا أو يسارا. أما الجهاد، أما الجبهات، أما ميادين الرجال، أما الشهداء، أما البطولات، أما الصبر، أما الثبات، فلا والله. هذه هي أمة التوحيد؟ ماذا أقول لأهل غزة؟ بل ماذا نقول إذا وقفنا بين يدي جبار السماوات والأرض وقال الأطفال يا رب سل أمة محمد لما ضيعونا ولم يطعمونا ولم يحمونا؟ فبماذا نجيب؟ ماذا تقولون لو قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم؟ إيه يا عمر، إيه يا عمر ليتك ترى ما أرى. إيه يا ابن الخطاب، حكامنا يتقاطرون على مواعيد الخمر عند الغرب. من يدعي العلم يشمت بقتل المسلمين على يد اليهود. يفرحون بما يفرح به نتنياهو ويسرهم ما يسره ويحزنهم ما يحزنه. إيه يا صلاح الدين عادت الصليبية، صليبية صهيونية حاقدة امتدت جذورها إلى عروشنا ومناصب دولنا. إيه يا صلاح الدين عين جالوت حالنا كحالها. كان التتار قد زرعوا الإرهاب والرعب في كل مكان، أحرقوا كل مكان دخلوه ودمروه، فخافت الأمة كخوفهم الآن، فأرادت ثلة أن تجهز جيشا لقتال التتار. فماذا قالوا لهم؟ أجننتم؟ أتريدون أن تقتلونا جميعا؟ أتريدون إبادة الأمة؟ كيف تفكرون في ذلك؟ وهذا ما قالوه عن الطوفان. والحمد لله أن الطوفان لم يدخل فيه منافق ليقاتل اليهود، لأنهم لو دخلوا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا.